التلاجة، التلفزيون، الغسالة والكمبيوتر، اللمبة، التكييف، المكوى وأجهزة تانية كتير بنستخدمها في حياتنا بتحتاج كهرباء عشان تشتغل. بس يا ترى إيه مصدر الكهرباء اللي بتشغل الاختراعات دي؟ البطاريات مثلا؟ أيوة، البطاريات بتطلع كهرباء، بس مش بالطاقة الكبيرة اللي هنكون محتاجينها عشان نقدر نشغل حاجة زي التلاجة أو التلفزيون مثلا. وعشان كده بنوصل الحاجات دي بالفيشة عشان يجيلها كهرباء. السؤال بقى، هي الكهرباء اللي في الفيشة دي بتيجي منين؟ بتيجي من المولدات الكهربائية. المولد الكهربائي عكس المحرك الكهربائي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت، بس هنا بنحرك الملف فبيتولد تيار كهربائي في سلك الملف، يعني طاقة الحركة بتتحول لطاقة كهربائية عكس المحرك اللي بيحول الطاقة الكهربائية لطاقة حركة. وهنعرف المولد بيعمل كده ازاي في حلقة النهاردة. اختراع المولد الكهربائي ظهر في القرن ال19 على ايد العالم الانجليزي مايكل فاراداي. فكرة عمل المولد اللي عمله فاراداي لسه بتستخدم في معظم المولدات الكهربائية لحد دلوقتي، واللي بتتلخص في قانون فاراداي. لكن المولد اللي اخترعه فاراداي كان بيولد تيار كهربائي قليل ما نعرفش نستفيد بيه، وعشان كده طور العلماء المولد ده بحيث انه بقى بيولد تيار كهربائي اكبر، وبقينا نعرف نستخدمه استخدامات عملية. بس معظم المولدات بتعتمد في عملها على قانون فاراداي. طيب تعالوا نعرف ازاي ممكن نعمل نموذج لمولد كهربائي بدائي بنفسنا. هندخل على اللينك ده عشان نعرف نبدأ التركيب. طيب هو المولد الكهربائي اللي بيولد تيار مستمر بيشتغل ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده، المولد الكهربائي بيشتغل عكس المحرك الكهربائي، فهتلاقي إن أجزائه الأساسية هي نفس الأجزاء الأساسية بتاعة المحرك الكهربائي اللي بيشتغل بالتيار المستمر، اللي هم المغناطيس والملف. الأجزاء دي ممكن نستخدمها بطريقة تخلينا نشغلها كمحرك، أو ممكن نستخدمها بطريقة تانية تخلينا نشغلها كمولد. طب إزاي؟ المحرك الكهربائي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. أما بالنسبة للمولد الكهربائي فتعالوا نرجع لفاراداي. فاراداي كان مهتم بدراسة الكهرومغناطيسية. لما لقى من تجربة أورستد إن التيار الكهربائي لما بيمشي بسلك بيتولد حواليه مجال مغناطيسي، فكر وقال طب ليه ما يحصلش العكس؟ يعني ليه ما نحاولش نولد تيار كهربائي في سلك عن طريق مجال مغناطيسي؟ فقعد يجرب كتير، وبالتجارب لقى إن لو جبنا سلك وحركناه جنب مغناطيس، أو لو كان السلك ده ثابت وجنبه مغناطيس بيتحرك، هيتولد على طرفين السلك ده فرق جهد، زي بالظبط ما حصل في التجربة اللي عملناها. وبالتالي لو السلك واصل في دايرة كهربية مغلقة هيمشي تيار كهربائي في الدايرة دي، وهو ده قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي. وده اللي بيحصل في المولد. يعني لو لفينا الملف هيتولد فرق جهد على الطرفين المتوضحين قدامنا، وده لأننا حركنا السلك الملف في المجال المغناطيسي للمغناطيس زي ما فاراداي قال. ولو وصلنا الطرفين دول بلمبة مثلا وكان الفولت المتولد كافي، هنلاقي اللمبة منورة طول ما احنا بنلف الملف. طب يا ترى في محطات توليد الكهرباء بنعمل ايه؟ اكيد مش بنجيب واحد ونقعده جنب كل مولد ويقعد يلف الملف طول النهار والليل عشان نولد كهرباء. طريقة تحريك الملف بتختلف باختلاف نوع محطة توليد الكهرباء. يعني في محطات توليد الكهرباء بالرياح في مراوح الرياح بتلفها وبتكون مربوطة في الملف بتاع المولد الكهربائي، فلما المروحة تلف بتخلي الملف يلف في المجال المغناطيسي بتاع المغناطيس اللي جوه المولد، وبالتالي بتتولد كهرباء في الملف، وبكده يكون المولد اشتغل. أما في محطات توليد الكهرباء عند السدود بنفتح للمية بوابة تنزل فيها، والمية النازلة هتخلي التوربينة اللي متوصلة بملف المولد تلف، وبالتالي هتخلي المولد يلف، وبكده هيشتغل المولد ويطلع كهرباء. نيجي بقى للمحطات اللي بتشتغل بالوقود زي الفحم أو الغاز أو النفط. فكرتها إن الوقود بيتحرق، والحرارة اللي طالعة من الاحتراق ده بنسخن بيها مية لحد ما تغلي، وبعد ما المية تغلي بتبدأ تتحول لبخار. البخار ده بيدخل على توربينة بخارية بيخليها تلف. التوربينة دي بتكون متوصلة بالملف اللي جوه المولد، فتخلي الملف يلف، وبالتالي يشتغل المولد ويطلع تيار كهربائي.
على فكرة المولد الكهربائي اللي بيستخدم في محطات توليد الكهرباء بيكون من أنواع مختلفة من المولدات، بس كلهم بيشتغلوا بفكرة متشابهة. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي ممكن نعمل نموذج من المولد الكهربائي بنفسنا، وازاي مولد التيار المستمر بيشتغل. طيب هل يا ترى في محطات كهرباء بتشتغل بالطاقة الشمسية؟ وبتشتغل ازاي؟ ويا ترى ايه انواع المولدات اللي بتستخدم في المحطات دي؟ بصوا في اللينكس اللي تحت الفيديو ودوروا على الإجابة وابعتولنا.